بقى لنا اسبوع كامل من ساعه ما ليفربول خسر قدام كريستال بالاس، وكان قريب جدا ان هو يتعادل قدام بورنموث في اول ماتش في الدوري. عمالين نسمع ان ليفربول عنده مشكله كبيره جدا في الهجمات المرتده اللي عليه، وده كلام حقيقي بالمناسبه. بس ليه وازاي الموضوع ممكن يتعالج؟ تعالوا نبدا من لقطه الجون الاولاني اللي دخل في ليفربول في ماتش بورنموث. هنشوف ان هنا الكره اتقطعت من سوبوسلاي، وفي اللحظه اللي اللعيب رقم 12 بياخد فيها الكوره على طول بيرفع عينه لقدام وبيشوف فرقته 3 على 3، ولما بيجي يعمل الباس اكيد بيختار الوينجين عشان ده المكان اللي غالبا بيكون اللعيب السريع اللي عندك موجود فيها. مشكله اللقطه دي الباكات اليمين والشمال بتوعك كانوا طلعوا من الملعب بسبب ان كيركس كان عنده انذار، فالمدرب خاف ان هو يطرد. وعلى جانب تاني فريمبونج اشتكى ان هو حاسس باصابه، فمين اللي نزلوا مكانهم؟ اندو وروبرتسون. اندو كان بره اللعبه خالص لان هو لسبب ما من ساعه ما نزل وهو برده مركز ان هو يتقدم لقدام. اما روبرتسون بقى هنشوف مشكلته دلوقتي. المهم الباس بيتعمل، وفي اللقطه دي هتشوف ان روبرتسون هياخد باله ان سيمينيو في ظهره، يعني روبرتسون خد باله ومع ذلك بيحاول يعمل سبرنت بس مش قادر. مش عشان روبرتسون باك شمال وحش، لكن روبرتسون بدا يبان عليه السن بشكل كبير، وفي السرعات 1 على 1 ما بقاش يقدر عليها. فبالتالي اول ما العرضيه بتتعمل روبرتسون ما بيلحقش سيمينيو، بيسبقه ويجيبها جول.